لان الناس عندها احساس ان المجلس ده ما عملش حاجه. يعني الناس كان عندها طموحات عاليه قوي في المجلس ده، كان نفسهم يشوفوا اي شيء مترجم زي جاز التعبير على ارض الواقع. الناس لغايه دلوقتي حاسه ان المجلس ما عملوش. يعني احنا مثلا خدنا في الانابيب 4 جلسات، ويمكن اكتشفت ان الانابيب رجعت تاني الجلسه الاخيره دي، وما حصلش حاجه. موضوع انابيب لسه مشكلتها موجوده ما اتحلتش. يعني قلنا هنحاكم وزير الداخليه ولا جينا جنبه، قلنا مش عارف هنعمل ايه، هننقل مش عارف مين، طلع انه الاقتراح بتاع لجنه الصحه ده اقتراح وان يدوا النائب العام وخلاص، اللي هو نقل مبارك للمستشفى. الناس مش حاسه ان المجلس ليه فعاليه، ولا احنا نسينا هو المجلس اصلا ملوش فعاليه؟ خليني يعني اديني فرصه بس اوضح الصوره كويس. النهارده كام يا استاذ عمرو؟ النهارده 25 يعني ليله 26 بكره 26 بقاله شهر ويومين 3. لا المجلس بدأ 23. احنا شكلنا لجان المجلس. اصل هو الصوره اللي عايز تنقل بشكل واضح، الانجاز في البرلمان يتم في اللجان وليس في الجلسه العامه. احنا شكلنا لجان المجلس يوم 30، يعني بقالنا وقت على ما توافقتوا بقالنا 25 يوم. شكلنا لجان المجلس يوم 30، كان عندنا يوم 1 حادث بورسعيد، مجزره بورسعيد، واللي رحنا لان واضح ان هناك من يسعى لان ايه نبقى في دائره ردود الافعال مش الفعل. فتشكلت اللجان يوم 30، يوم 1 كانت احداث بورسعيد، كان عقد المجلس جلسه طارئه علشان يتعامل مع موقف قبل ما لجنه تقصي الحقائق اللي راحت بورسعيد ترجع. كانت احداث وزاره الداخليه، سوف تشكلوا لجنه ثانيه عشان نشوف ايه اللي بيحصل عند الداخليه، وبالتالي هو المجلس قاعد يعمل لجان تقصي حقائق. ده جانب. الجانب الثاني ان دي مصر اللي في سنه اولى ديمقراطيه بصحيح. يعني لاول مره كلنا بنمارس يعني اداء سياسي. 60% من الناس اللي داخله المجلس دي كلها جديده، وبالتالي النسبه الكبيره جديده. الحديث زي ما حضرتك شايف وانا مقدر هذا الحاله اللي بيتابعها الشعب المصري، اللائحه، الدستور، اللائحه، النص بيقول، فبالتالي في حاله من وجود البث التلفزيوني طول الوقت مخلي جزء من الرساله اللي في القاعه متوتر. البعض بيخاطب الجماهير مش بيخاطب الموضوع، وده اظن في فارق ما بين ان اخاطب الجماهير واخطب وما بين ان انا. انتوا اغلبيه، ليه ما بتظبطوش الايقاع ده؟ يعني انتوا اغلب الاعضاء اللي موجودين او الاكثريه، بلاش الاغلبيه، ليه ما بتظبطوش الايقاع ده؟ ان انا داخل، انا عندي قانون كذا كذا، انا عايز، انت بتملي الاجنده، انت بتقدر، انت عندك المكتب، انت عندك البروجرام، انت تقول انا عايز قوانين كذا كذا، انا عايز اعمل 1 2 3. انما او لو سمحتم يا اعضاء، انا اسف القياس مع الفارق، لما كان احمد عز يجيب اعضاء الحزب الوطني يقول لهم انا عايز كده، او قبل ما يدخل تعملوا كده او كده، كان بيبقى متفق معاهم في اتفاق قبل ما ندخل. يعني هو ده طبعا يعني ربما فيه جزء ايجابي وجزء سلبي. الجزء الايجابي ان ما حدش في المجلس ولا داخل اي مجموعه حزبيه بيقاد بطريقه مش يقاد الامر والاشاره، بس بيبقى فيه سياسه عامه. يعني حضرتك مثلا شفت الدكتور الكتاتني، وهو المفروض ان هو يعني قيادي في الحريه والعداله او الاخوان، وبياخد قرار بيجتهد فيه لصالح الجلسه، مثلا من وجهه نظره بوقف البث التلفزيوني، وبعدين يفاجئ بان زملائه في الحريه والعداله واقفين يقولوا لا. ايوه انا فاهم، يعني انا ما بقولش انه يقاد الناس، ولكن بيبقى فيه ما يسمى بالانضباط الحزبي او التنسيق الحزبي. يا جماعه احنا داخلين المجلس كده واخدنا في سكه انه مكلمه، احنا عايزين نخش نقول احنا عايزين 1 2 3، احنا هنتكلم بالطريقه، بحس ان الناس كلها كل واحد يعني الاحساس ده اصبح موجود لدى مش كده الجميع داخل، اظن مش بس داخل الحريه والعداله لكن الجميع، بان احنا مستهلكين في ردود افعال وفي سجالات تضيع الوقت، وان احنا يجب ان، وانا اراهن على ان يعني حاله النضج والتطور سريعا ما هتدفع الجميع الى وضغط الشارع برضه، لان يعني الشارع يرقب. بس انت مش راضي لغايه دلوقتي على ده. صحيح. ويعني اتصور بان هذا الضغط مطلوب، وسيجبر الجميع على تصحيح ادائه وعلى الذهاب نحو الموضوعيه وليس نحو يعني لا مخاطبه الاعلام ولا الخطب النظريه.